يقول أنا فشلت في اليابان. والناس اللي بتبحث عن عمل، أدور على عمل فين؟ كوكب اليابان. never give up. أنا في رأيي دي النصيحة الأهم. ما تأخرش خطوة الجواز، انفصل بشكل ما. قلت على تشات جي بي تي اعمل كده، اوكي هاف فن، ولكن تحمل النتائج سواء اون ذا سبوت جاي من الصفر. ايه جديد اليابان؟ انت جاي اليابان ليه؟ البيوت اليابانيه صغيره، وهذا من انصاف الفرص اليابانيه الكايزن. وانت في الاخر بيبقى عباره عن وقت. الفيديو ده تكمله للاخر عشان تعرف ايه اللي المفروض تعمله عشان تنجح في البلد دي. حتى لو كنت في اي بلد مهجر، الجامع، روح الجامع، دور على الجامع، هتتعرف على الناس في الجامع. انا اعز اصدقائي النهارده وعرفت عليهم في الجامع. الانفتاح على الناس، النتوركينج، يهمك جدا تكوين علاقات. انت ماشي في الشارع وشفت محل مكتوب عليه ايه المحل بالكانجي الياباني، لو انت متعرفش صور بالتليفون واعرف. كيوريوسيتي، لازم تبقى اي حاجه تشوفها عاوز تعرف ايه دي. افتكر دايما انت جاي اليابان ليه؟ عشان تنجح، عشان تعمل شيء كبير يفيدك ويفيد اسرتك ويفيد اللي حواليك، وفي ناس اكتر مستنيه نجاحك. نشتغل بمبدأ صناعة النتائج من انصاف الفرص. اوعى تفتكر انت هتيجي هنا وتلاقيها جنة. هنا بلد طبيعية جدا، فيها بشر طبيعي جدا، ففي تحديات كبيرة جدا. من تعلم لغة قوم آمن مكرهم. اللغة اليابانية دي ماست ايا كان مستواك. انا شفت ناس جايه اوريدي مستواها كويس في الياباني، كانت بتحب الانمي، بتتفرج على الكرتون الياباني، اوريدي واصله لمستوى كويس، او جاي من الصفر، او جاي فتره بسيطه، او جاي تقعد فتره طويله. ايا ما كان، اللغه اليابانيه دي حاجه اساسيه، تعلم بشكل يومي. حطها في دماغك. never give up. trust me. كل حاجة مع الوقت بتيجي. التحسين المستمر البسيط بيحصل بالطريقة اليابانية الكايزن. كنت بتفرج لفيديو واحد عراقي هنا في اليابان لفترة طويلة، عامل فيديو بيقول أنا فشلت في اليابان، والفيديو جاي مشاهدات كتيرة. الناس بتحب تسمع قصص الفشل الرئيسي اللي بيقول النصيحة دي. أنت جيت كوكب اليابان، قارة أخرى، أنت جاي لو من أفريقيا، من دول عربية، أو حتى لو من الخليج أو من السعودية، فضلك انفصل عن بلدك الأم لفترة من الزمن وبقدر ما. لا تتابع الأخبار هناك بشكل مستمر كأنك هناك، لا تتابع مباريات كرة القدم، أمور السياسة. أنت جاي في كوكب جديد، مع بشر جديد، في بلد جديد، بلغة جديدة، بثقافة جديدة. أنت يهمك الاندماج مع الناس دي، وده هيتم ازاي؟ وانت في الاخر بيبقى عباره عن وقت. لازم تعطي جزء من وقتك لهنا، اتعلم هنا، ركز هنا. جاي ينجح في اليابان، ده هياخد وقت ومجهود، فلازم ابقى صبور في الغربه، ودايما افتكر انا جيت ليه. نقطه مهمه جدا، قبول الاخر، الاختلاف. كل حاجه هنا تقريبا مختلفه، ما لا اتصادم بقى مع الاختلاف اللي انا هواجهه هنا، سواء في اللغة أو الفكرة أو الثقافة أو العادات أو الدين أو التصرفات. لازم أقبل الآخر، أتعاون معاه. أنت جاي في الغربة حاطط عندك متوقع الفشل في البداية، والفشل في المحاولات الأولى، ده شيء طبيعي. لازم محاولة فشل، محاولة فشل، محاولة فشل، في الآخر بتوصل للنجاح. بيعرفنا إيه هو النجاح. معادلة النجاح إن أنا بعمل الشيء، رقم 1 بنفذ، 2 بأفشل، 3 أحصل على الخبرة، 4 أنا اتعلمت، 5 التجربة اللاحقة تنجح. أنت محتاج لستة مواقع تكون على دراية بيها وبتستخدمها من أول يوم بتيجي اليابان. موقع زي موقع جيموتي، اكتب لك هنا اللينك بتاعه. موقع جيموتي ده موقع الناس اللي مش محتاجة حاجة عندها بتعرضها، سواء مجانا أو سعر بسيط، وده هدفه إن هو يفضي مكان عنده. احنا عارفين البيوت اليابانية صغيرة، وهدفه إن نعمل ريسايكل لهذه الأشياء. وإنت كشخص محتاج الحاجة دي، أنت ممكن تروح تاخدها. للناس اللي جاية جديد وعاوز يفرش مكان، الموقع نفسه جيموتي هذا عليه جوبس، الناس اللي بتبحث عن عمل. أدور على عمل فين؟ من ضمن المواقع جيموتي. الموقع الثاني كريجليست، مشابه جدا لجيموتي. الموقع الثالث لتقديم الوظائف جاي جين بوت. واكشولي في عشرات المواقع صديقة للأجانب. انت في اليابان، يعني أكل صحي، كل أكل صحي. أنا جاي من مصر، كنت مثلا باكل أكل كتير مش صحي وتخنت ووزن تقيل.
جيت هنا بيتعرض في كل مكان اكل صحي، كل اكل صحي، دي فرصه. الرياضه، الناس هنا بتطلع تجري الصبح بالليل، برد حر، doesn't matter. اطلع انا اجري، اروح الجيم. البلديات عامل باكجز لسبورت كاجنبي هنا في اليابان. انترناشونال سنترز موجوده في كل تقريبا البلديات. هتروح هناك هتلاقي جابانيز كلاسز في فور فري وفي باسعار رمزيه. هناك كونسلنج، استشارات معظمها مجاني. اي امور في امور الفيزا، الهجره، في امور العمل والهالو وورك، ده البحث عن عمل. انت اشتغلت، انت النهارده دخلت مكتب او شركه او لوكيشن او كده بقى شطارتك. ركز، هتواجهك تحديات. انا في الاول في الشغل انا جديد، انا ما بتكلمش، انا بسمع بتعلم، صح غلط انا بتعلم، ونمشي على النظام بتاعهم. انا في رايي دي النصيحه الاهم، تقوى الله سبحانه وتعالى. انا جاي هنا اخد بالي جدا من دين. هنا بلاد مش مسلمه، فهتجد اكثر الاشياء بتبعدك من الدين، ثقافه مختلفه. اعمل ايه؟ تنطلق براحتك، انطلق، ولكن تحمل النتائج. لكن انت هتاخد بالك وتركز على صلاتك وقرآنك ودينك وعاداتك وتقاليدك واكلك الحلال وامورك الطيبه، هتجد رزق من الله سبحانه وتعالى وبركه وتوفيق، واللي انت جاي من عشانه هتاخده. طب مش هتعمل كده، اوكي، هاف فن، ولكن تحمل النتائج سواء اون ذا سبوت او لاحقا. اخر حاجتين هنتكلم عنهم، الجواز. انت جاي متجوز، جميل، دي نعمه وفضل من الله. طب انت مش متجوز وعاوز تتجوز، عشان خاطر في بلاد زي دي انت لازم تتجوز، اوكي، لان انا بقابل ناس كتير سواء شباب او شابات بيبقى عندهم مشكله في الحته دي. دي طبعا كلها وجهه نظري يعني، اوكي، ربما تكون صحيحه او مش صحيحه، ولكن هي مجرد وجهه نظر. طيب، اول حاجه الناس دايما بتقول انا بدور على عروسه اطلع على الجامع. جميل، اطلع على الجامع وابدا عرف الناس ان انا بدور على عروسه، وعندك طبعا قبول اي جنسيه. طيب ده اختيار. الاختيار الثاني، في ابس للماتشنج للمسلمين ممكن تستخدمها، وانا اعرف ناس تزوجت عن طريق هذه الابس وامورهم طيبه جدا، موفقين ما شاء الله. الحاجه الثالثه، انت النهارده في المجتمع، في العمل عندك زميله، في اي انشطه، من كتر احتكاكك مع الناس، طالما هي مسلمه اوكي جميل، خلصنا. ايا كانت الجنسيه اعتقد ده مش مهم. طيب لا هي مش مسلمه مثلا زي اليابانيات، اوكي جميل، ويلكم، بتتعرف عليها، بتحاول تخليه وقت شورت از يو كان، وبتعرفها عن ان انت مسلم وان انت لازم تتعرفها عن الاسلام، وتبدا تخليها تديها فرصه للتعلم عن الاسلام وتسلم وتتزوجها. وهناك نسب، وان لم تكن النسب الكبيره، ولكن هناك نسب رايناها حسن اسلامهم وامورهم طيبه. فان شاء الله ندعو لك يعني التوفيق من عند الله ان تكون من النسبه دي. واحنا قلنا من شويه انت هتظبط نفسك من البدايه مع ربنا سبحانه وتعالى، ثق في الله سبحانه وتعالى انه يرزقك الخير. ما تاخرش خطوه الجواز. اخر حاجه اقول لك عليها النهارده، موضوع التواجد على السوشيال ميديا زي اللي انا بعمله دلوقتي. يعني ايه السوشيال ميديا؟ هو ربما انت لما تكون جاي جديد انت ممكن مش محتاج تعمل ده، تأجله، او لو عملته اوكي. ايه السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا النهارده انت جاي بتدور على شغل، بتدرس لغه او بتدرس ماستر او بتدرس PhD او اوريدي بتشتغل او انا النهارده لو بدور على شغل بعمل ايه؟ بروح اعرض نفسي. انت بتنزل حياتك على السوشيال ميديا، انت بتنزل مهاراتك، السكيلز بتاعتك، ايه اللي بتعرف تعمله، ايه اللي انت اتعلمته. وهو ده الماركت دلوقتي، الاونلاين. هيجي لك حد من عن طريق السوشيال ميديا يكون مهتم باللي انت بتقدمه، اللي هو الماركتنج فور يور سيلف. شكرا جدا يا جماعه، بكل التوفيق. الفيديو ده مفيد جدا للناس اللي جايه اليابان جدد، احنا بنقابلهم كتير وبيسالونا على نصايح، فانا عملت لهم الفيديو ده يستفيدوا منه. واعتقد ان الفيديو ده مش بس مهم للناس اللي جايه اليابان، لا ده اي واحد مسافر اي بلد في اوروبا او في امريكا، بلد مهجر، نفس النصايح تقريبا. وبكل التوفيق لكل. شكرا يا جماعه، وتابعونا واعملوا لنا لايك وسبسكرايب في القناه والشير، واعملوا لنا فولو على الانستجرام او الفيسبوك، عشان خاطر ده بيشجعنا ان احنا نستمر ونصنع لكم محتوى، عشان احنا حابين نكمل معاكم ونفضل معاكم. شكرا، سلام عليكم.